ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده عملت لهم صفر عظمه على عظمه، بسم الله ما شاء الله. عملت لهم صنفين من لحمه السن، لحم كندوز صغير، واحد كباب حله على طريقتي وعملته معاكم قبل كده، والتاني سلقته عادي خالص. حطيت في الميه بصلايه وحبهان وملح وفلفل وكزبره ناشفه بابريكا مدخنه وشويه قرفه، وسبته بتاع 3 ساعات واكتر لدرجه اللحمه كانت دايبه دوب ما شاء الله. وحمرتها في زبده بالاعشاب اللي تبلت بيها الجمال اللي شفتوه دلوقتي، الديك الرومي القمر ده. تعالوا بقى اوريكم عملت الديك الرومي ازاي، وطلع يجنن كده وطري جدا جدا، اللهم بارك، وطعمه رهيب والله. ان كل اللي كانوا على السفره قالوا يا ريت الناس تدوق زي ما هيشوفوا الصوره. بصوا يا شباب، انا طلعت الديك من الديب فريزر على الساعه 2 بالليل، وطبعا كان مستحيل اعرف اخليه يفك بسرعه. قمت صليت الفجر كده على الساعه 6 الصبح، كان لسه ما فكش معايا، فاستغليت انه لسه مجمد لانه ملوش مكان في التلاجة. وجبت حله عميقه على قده وحطيت لتر وشويه ميه. الصدرين دول وزنهم كان حوالي 700 كده ما شاء الله، فحطيت ميه بسيطه علشان ما يغرقليش الدنيا، وزودت بعد ما نزلته فيها. حطيت بقى ايه في الميه؟ حطيت نص كوب سكر ونص كوب ملح وشويه من القرفه وشرايح ليمون، وعصرت اللي في الشرايح وحطيتها في الميه برضه. وبعدين دوبت كل حاجه كويس قوي وغطست فيهم الديك الرومي، وسبته من 6 الصبح لغايه الظهر لما بدات شغل فيه. كانت الساعه تقريبا 2 كده. حد هيقول لي يا جحده مش هنلحق، هقول لكم ليه. كل كيلو بياخد نص ساعه تسويه، امال لو قلت لكم انه داخل الفرن الساعه 3 الا ربع بقى هتعملوا ايه؟ المهم خلينا في التتبيله. ديك رومي روستو يعني زبده بالاعشاب. انا اتصدمت، لقيت ماما دخلت الزبده الفريزر فطلعتها كلها وحطيتها في الميكرويف تفك، علشان مش عارفه هحتاج لسه قد ايه. بس انا ما احتاجتش اكتر من الكميه اللي اخدتها قدامكم دي. وملحوظه الزبده دي بلدي مملح. وبعدين بهرتها بمعلقه صغيره مليانه من الروزماري، ومعلقه صغيره ونص من البابريكا المدخنه، ومعلقه صغيره من الزعتر، ومعلقه صغيره مليانه من الملح، وما كترتش لانها ملحها كويس جدا. وحطيت ربع معلقه صغيره فلفل اسود، وكنت فاكره ان الكاميرا شغاله بس طلعت موقفاها، فكنت حطيت معلقه صغيره من العسل الابيض، ومعايا 7 فصوص ثوم وليمونه واحده كبيره هبشرهم على الزبده. وبعدين هبدا اقلب كله مع بعض. واخدت الديك بعد كده قعدت اسلك بين الجلد واللحم، وفي كده جزء في النص ما رضيتش افتحه، وقلت خلاص هسيبه علشان الجلد ما يتبهدلش مني وقت التسويه. انا عانيت وما رضيتش اني اجري ليكم المعاناه علشان لما تتحطوا فيها تعرفوا انا اتصرفت ازاي. بصوا انا حقيقي نشفت الديك كويس جدا جدا بمناديل مطبخ، ولكن للاسف الزبده برده ما كانتش بتثبت، وقعدت انشف تاني واجرب، مفيش فايده من كل الاتجاهات. فقررت اني اخد الزبده احطها تحت الجلد وامسج الديك بيها كده. وانا لفيت على حقنه الطيور الكبيره كتير قوي ما لقيتهاش وزعلت خالص، وقلت اجرب الصغيره دي. فحطيت السن ونسيت ان اصفي الزبده علشان التوم والبشر مش هينزلوا منها طبعا، فغلبتني وبهدلت الدنيا زي ما شفتوا. وكان الحل الوحيد بالنسبه ليا اني اشيل السن واجرب بالحقنه من غيرها عادي، بس ما كانتش عميقه فكانت بالهدف لانها مش بتدخل في اللحم جوه قوي. ومع ذلك عملت بيها شويه كده. وما تقلقوش الحفر اللي بتتعمل دي مش هتبان اصلا في التسويه، ودي كانت نصيحه اختي الصغيره. طيب والجلد هنعمل فيه ايه؟ والديك اللي كله مش مدهون ده؟ ولا تضايقوا نفسكم خالص، الزبده كده كده كنت سيحتها في الميكرويف علشان الحقنه، فجبت فرشه سيليكون وقعدت ادهن الديك وطلعت تحفه، وهي اللي جابت من الاخر اصلا. المهم جبت ميه عادي من الحنفيه وحطيتها في الصينيه، وانا زودت علشان في نص تسويه الديك لما اجي اقلبه
اخد منها واحطها في تسويه الرز البسمتي. والكاميرا خذلتني للمره التانية وطلعت للاسف مش بتصور. انا قطعت في الميه 3 جزرات صغيرين وحطيت شويه كرفس فريش كده و6 فصوص من الثوم صحيحين كده زي ما هما ما قطعتهمش، ودخلته الفرن زي ما بعمل في الفراخ، وشه تحت الاول مواجه بخار الميه وظهره فوق. سبته من 3 الا ربع كده للساعه 4 وشويه تقريبا، انتوا ابقوا تابعوه. وكانت درجه حراره عاليه على فكره يعني بالمناسبه. واول لما لقيته اخد لون جميل من ظهره خرجته واخدت شويه من الدهون اللي نزلت والميه دي وشلتها على جنب، وقلبت الديك الرومي على الاتجاه التاني، وجبت الزبده ودهنت وشه تاني كويس قوي قوي. وبعدين دخلته الفرن حوالي ساعه مثلا لغايه لما احمر تماما وبقى تحفه. واول ما اخد لون خرجته للمره التانية وجبت ورق فويل وغلفت الصينيه كلها بالشبكه بالديك بكل حاجه كده بحيث البخار يبقى مكثف قوي ويسويه معايا. ووطيت نار الفرن خالص مثلا على 150 تقريبا، انا الارقام مش ظاهره عندي ممسوحه، وسبته لغايه الساعه 6 ل 10 وطلعته وبجد تحفه رهيب. والرز البسمتي نقعته في ميه من الحنفيه عادي نص ساعه، وبعدين بشرت بصلايه بيضه وحطيت شويه زبده حلوين بعد البصله ما نزلت معظم سوائلها، وحطيت البهارات دي رشه من القرنفل ومعلقه صغيره مليانه من الكركم وربع معلقه صغيره من الحبهان وربع معلقه صغيره من الكمون وربع معلقه صغيره فلفل اسمر، معلقه صغيره مليانه من بودره مرقه الدجاج وربع معلقه صغيره من القرفه ومعلقه صغيره من البابريكا المدخنه، وملحوه بقى على حسب ذوقكم. وبعدين نزلت الرز البسمتي وقلبته شويه كده كل النكهات تدخل فيه، وبعدين نزلت بالشوربه والدهون بتاعه الديك وكملت بالميه السخنه زي ما شفتوا كده، وفضلت معليه النار عليه لغايه لما اتشرب بنسبه 90%، وحطيت عليه شويه من الزبده بالاعشاب بتاعه الديك، وبعدين وطيت النار وغطيت عليه حوالي ربع ساعه كده، ولما قمت اقلبه ولقيته تمام التمام فقفلت عليه. لولا اني اتاخرت كنت ناويه اقلي شويه زبيب ومكسرات في شويه زبده واحطهم فوق الرز كده، بس للاسف الوقت ما سمحش. لو الوقت يسمح معاكم هتفرق طبعا جدا. وبس كده، دي كانت سفرتنا النهارده، ويا رب تكون عجبتكم، وبألف هنا وصحه وعافيه.